السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي لمسة ميمي. في فيديو اليوم جبت لكم وصفة الكعكات التقليدية الجزائرية بكمية صغيرة وبمقادير مضبوطة باش تنجح لكم من أول تجربة، وأيضا نشارك معكم العجينة العصرية بلمسة تقليدية والحشو يبقى طري لأطول مدة مع الوصفة الطرية اللي ما كيش حتستغناي عليها بعد ما تجربيها. وأكيد حنشارك معكم طريقة صنع الورود ومرحلة التزيين، ولكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخلوا لي جيم وكومنتار، دعمكم يشجعني باش نقدم لكم الافضل. اول حاجه نبداو بها هي الحشو، ومن الاحسن يبات ليله كامله. استعملت اللوز في هذه الطلبيه نطحنوه رقيق، وهذا السبب من اسباب اللي يخلوا الحشو تاعكم مطري ولكن ما يكونش بودره كما تاع الفاكهه. وانا كنت استعملت اللوز الامريكي من احسن النوعيات المتواجده في الاسواق، رحيته مباشره. واذا كان عندكم لوز من نوعيه اخرى يعني ما تكونش مليحه عادي تقدروا تستعملوه، فقط حمصيه شويه. والطريقه هي انك تشعلي الفرن يسخن، دخلي اللوز تاعك وطفي عليه باش غير ينشف شويه بلا ما يتغير اللون تاعو، وبعدها ارحيه وخدمي به عادي. وكما راكم تشوفوا في الفيديو خدمت لكم بالكيله 3 كيلات كاملين ممسوحين، اللي حبوا يخدموا بالكيله واللي حبوا بالميزان. ايضا الميزان كان 429 غرام. هذه كانت كميه اللوز. اما كميه السكر كانت كيله ناقصه اسبوعين، او تقدروا ايضا بالميزان اللي هي كانت حوالي 132 غرام. وانا دائما نخدم بالكيله ومولفه شحال تخرج لي مع التجربه اكيد، ولكن ليكم نتوما باش تعرفوا شحال حتخرج لكم الكميه هذه اللي اقل من رطل تاع لوز. مديت لكم الكميه بالميزان خاصه المبتدئات. وبعد ما درت 3 كيلات ممسوحين تاع لوز مع كيله ناقصه اسبوعين تاع سكر، نخلطوهم ونبداو نلمو فيهم بالمزهر حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. لازم تكون ما تتفتتش وما تلصقش في اليد، واذا حبينا نشكلوها كويرات تتشكل لنا بكل سهوله. ونلموها. والحشو ما لازمش نعجنوه، نحطوه فوق لو بلان دو طرافاي ونستعملوا هذه الطريقه غير بكف اليدين وبلا ما نعجنوه باش الزيوت اللي في اللوز ما يخرجوناش. حوالي 3 دقائق فقط. الحشو تاعي كنت خدمته في الليل ونخليه هكا السكر تاعنا يذوب والحشو تاعنا يجي طري. ما تنساوش فقط الاسرار اللي مديتهم لكم، ونعاود نذكركم بهم. اذا شيتوا لوز امريكي طرحوه مباشره، واذا كان نوعيه ماشي شابه اللي يطلق لنا الزيوت نحمصوه شويه في الفرن بالطريقه اللي ذكرتها لكم. ثاني حاجه لوز تاعنا نرحوه رقيق ولكن ما يكونش بودره. وثالثا ما نعجنوش، نلموه غير بكف اليدين كما راكم تشوفوا في الفيديو. ومع التالي نزيدوا مغرفه صغيره تاع زبده، نمشوها في الحشو ونغطوها بابي فيلم ونخلوها تبات ليله كامله في الثلاجه. وكاين اللي يزيدوا اضافات كيما لافاني حيتغير المذاق تاع اللوز ويمد لنا اغيارغو، واصلا اللوز ما يحتاج معالجه كيما الكاوكاو. وكاين اللي يزيد القرفه كاضافه، وكل واحد والذوق تاعو، ولكن ما نحبش نخدم به انا في الطلبيات لانه كاين اللي ما يحبوش هذه الاضافه، وانا نحاول نكون مع اغلبيه الاذواق. كملنا تحضير الحشو وخليناه يبات في الثلاجه ليله كامله، ونمروا لليوم الثاني اللي بدينا نحضروا في العجينه اللي ما تحتاج انها ترتاح بزاف. نخلوها فقط حوالي ساعتين ونبداو نخدموا بها مباشره، واللي فيها 700 غرام تاع فارينه. استعملت نوعيه سيم مع 2 مغارف كبار تاع سكر ناعم حوالي 18 حتى 20 غرام باش العجينه ما تجيش صامته وتمد لنا الاحمرار بعد ما تطيب. ملعقه صغيره معمره تاع لافاني تمد لنا ذوق مميز في العجينه. قرصة تاع ملح. وهذو النواشف اللي ضفناهم في الفارينة لازم كامل نصيروهم. نخلطوا النواشف كامل مع بعض ونضيفوا لهم 350 غرام تاع مارغرين، انا استعملت نوعية ماني. وندخلوا الزبده كامل بالفارينه كيما راكم تشوفوا حتى يولينا الشكل تاعو كيما الحبات تاع طعام. ونضيفوا لهم اللمسه التقليديه اللي حاططينا ذوق مميز في الكعكات، واللي هو السمن اللي يكون ذايب وبارد. وكميه السمن هنايا 35 مليلتر او غرام يعني نفس الشيء. وايضا نزيد ندخلوها في الخليط السابق بنفس الطريقه اللي دخلنا فيها الزبده، ونبداو نلمو في الخليط تاعنا بالماء والمزهر. هذه كميه الماء، نزيد لها كميه من المزهر وبدينا نلمو في العجينه. ما حبيتش نعطيكم كميه المضبوطه تاع الماء والمزهر لانه كل نوعيه من الفارينه شحال تشرب لنا سوائل، ولكن نعطيكم الطريقه باش تعرفوا بلي العجينه تاعكم لحقت للكميه اللي تحتاجها. لانه اذا كانت مخصوصه ماء ومزهر العجينه تاعكم حتجي مطمنه بزاف وتجي كيما الغريبيه، واذا كسرتوا على الكميه المطلوبه العجينه تاعكم حتكون يابسه.
لذلك نبداو نزيدو في الماء والمزهر حتى نشوفوا بداو يخرجوا لنا الخطوط البيضاء في العجينه. وكذلك لازم ديروا بعين الاعتبار بلي هذه العجينه ما تنعجنش، تتلم غير بالاصابع باش ما يخرجوناش ليدام. وكما راكم تشوفوا هادو هما الخطوط البيضاء اللي كنت نهضر عليهم، غير يبداو يخرجوا نتوقفوا على زياده السوائل. وبهذا عجينه الكعكات تكون واجده، نخلوها ترتاح في الثلاجه حوالي ساعتين على الاقل بعد ما نكونوا غطيناها جيدا فيلم اليمونتير. ونمروا لمرحله التشكيل والطياب، ونبداو نوزنوا في الحشو اللي خدمناه ليله من قبل كويرات وزنها 17 غرام. اذا الحشو تاعكم ما كانش طري وما تشكل لكمش كويرات، ما عليكم غير تزيدوا كميه قليله من المزهر، لان اللوز احيانا يشرب المزهر. وبعد ما كملت وزنت كامل الحشو بديت نوزن في الكويرات العجين، وزنها 35 غرام. وبعد ما كانت ارتاحت العجينه طبعا وبدينا نشكلوا فيهم. بالنسبه للوزن اللي اخترته انا على حساب المول تاعي، القطر تاعو 7 سنتيمتر. وتعمدت نوري لكم لي مول خاطش بزاف اللي يشوفوا الكعكات تاعي سقسوني كيفاش داير المول اللي تستعمليه، وكاين بزاف انواع. النوع تاعي القطر تاعو قلت لكم 7 سنتيمتر، ويكون عالي يعني في الاطراف مستوي كما راكم تشوفوا، ومن الاعلى ما يكونش مسطح وما يكونش ايضا مقوس بزاف. يعني الشكل هذا تاع ليمول يكون في الوسط هكا. الحجم تاع الحبه تاع الكعكات يكون في المتوسط، ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره، وتكون الحبه عاليه ومرفوده. وايضا حاولوا تشروا نوعيه شابه باش يشدوا لكم وما يتصداوش. ونبداو في تشكيل الكعكات. اول حاجه نسحقوها هي لاكوبات هذه مع الحلال. نحكموا العجينه تاعنا بعد ما نحلوها على شكل مستطيل كما راكم تشوفوا، وندخلوا الاطراف لاكوبات. نساعد روحي دائما بالحلال ولاكوبات حتى نتحصل على هذا الشكل المستطيل. ونجيبوا الحشو، وهنا تشوفوا القوام تاع الحشو كيفاش يكون بزاف طري. وكي نعاودوا نديروه على شكل كويرات يعاود يولي لنا الشكل تاعو منتظم. نحلوه بهذه الطريقه ونحطوه في الاسفل، ونبداو ندوروا في العجينه كما راكم تشوفوا. رفتها بلاكوبات ولصقتها في الحشو جيدا، ونبداو ندوروا فيها ونزيروا في الاطراف كما راكم تشوفوا باش ما يدخل لناش فيها الهواء، وكي طيب يبقى الشكل تاعها منتظم. ومع الاخير نتاكدوا بلي الغلق تاعنا راهو محكم. نحكم الاطراف جهه نغلقوها والجهه الاخرى نفتحوها، ونعاودوا ندوروا هكا ونشكلوه على شكل مسيسه او كعكات. نسقموا في المكان اللي غلقنا فيه باش نتاكدوا بلي مش حيفتح لنا بعد ما يطيب. وكما راكم تشوفوا بعد ما حطيته في المول ما بديتش بالمكان اللي غلقت فيه، وانما بديت في الاطراف الاخرى. بعدها رحت للمكان اللي غلقت فيه وثبت الغلق جيدا، وسقموه مليح في المول هكا باش كي يطيب لنا الاطراف يكونوا شابين. حتى في الوسط وين كاين الثقب لازم نسقموه ونشكلوا ثقوب بهذه الطريقه باش الهواء اللي يكون داخل كامل يخرج لنا ويطيب لنا بشكل جيد. ونكملوا بنفس الطريقه حتى نكملوا كامل الكميه. وبالنسبه اللي ما عندهمش ليمون بزاف ما عليهم غير يحكموا كامل الكميه ويخدموها على شكل كعكات ويغطوها جيدا بفيلم اليمونتير باش ما تنشف لهمش العجينه. بعدها تجيهم طريقة الطهي سهلة ويكونوا واجدين، يبقاو غير يحطوهم في ليمول ويطيبوهم مباشرة. يعني الطريقة حتكون جد سهلة. وكما شفتوا الفتحة اللي غلقنا فيها الكعكات دائما نخلوها للجهة العلوية باش كي نقلبوهم يطيب عليهم وما ينحلوناش. وهذه ايضا طريقة باش تسهلوا الخدمة تاعكم، وهي تحلوا كامل العجينة وتبداو تشكلوا فيها وحدة بوحدة. ولكن ننصح بها اللي يدهم ماشية في الكعكات. يعني اذا كنتي مبتدئه وما تخدميش بالخف ما عليك غير تشكلي بالثلاثه ولا بالربعه هكا باش العجينه تاعك ما تنشفلكش. وهذه هي بعد ما كملت كامل الكميه وغطيتهم بفيلم اليمونتير وشكلت كامل ليمول تاعي، ونبدا نطيب هكا باش نتلها مع الطياب وما ينحرقوليش. واكيد حنمد لكم طريقه طياب الكعكات يطيبوا لكم طرايه وماشي معجنين. واولا بما انه الكعكات يطيبوا في المول لازم نختاروا صنيوه اللي تكون رقيقه هكا باش يدخلهم الطياب. وهذا هما الكعكات بعد ما كملنا شكلناهم وحطينا الكميه اللي عندنا في المول. نبداو نطيبوا فيهم غير بشويه كما راكم تشوفوا قبل ما ندخلوهم في الفرن كيفاش كانوا. وبعد ما حطيناهم في الفرن على 160 درجه كي لحقوا لهذه المرحله بدينا نقلبوا فيهم في صنيوه اللي تكون ثقيله شويه وراهم رايحين يديمولاو بكل سهوله. ليمول اللي رانا نحو فيهم نعاودوا نشكلوا بهم الكميه اللي راهي مواجده. وبالنسبه للكعكات كيفاش يطيبوا كل وحده والفرن تاعها. انا الفرن تاعي يطيب من الفوق ومن تحت، يعني كي ندخلهم نخليهم يطيبوا من تحت ويحمروا لي من الفوق باش نحيهم. واذا كان الفرن تاعكم ما يحمرش من الفوق ما عليكم غير تستناوهم يطيبوا من تحت وتشعلوا لهم الفوق شويه حتى يدوا اللون
باش تنحوهم. من الأحسن وكنصيحة لكم ما تخلوش الكعكات تاعكم يطيبوا بيض، لأنه بعد ما تطلوهم حتحسوا روحكم بلي راكم تاكلوا في العجين فقط وما عندها حتى بنة تاع الكعكات. يعني من الأحسن طيبوا الكعكات تاعكم جيدا ونخلوهم حتى يبردوا تماما، ونحطوهم في علبة محكمة الإغلاق ونخلوهم يباتوا ليلة كاملة، لأنه الكعكات ما نطلوهمش مباشرة، لازم يباتوا ليلة كاملة باش يشربوا كامل ليدام ونقدروا نطليوهم. ونمروا للطليه اللي درت فيها كيس واكثر من نصف الكيس كما راكم تشوفوا. هذا الكيس الثاني وش خليت منه اللي كنت صيرتهم جيدا، ونزيدوا عليهم مغرفه كبيره تاع ملون ابيض ايضا نصيرهم. بالنسبه للسكر الناعم استعملت سكر هودا من احسن الانواع حاليا. هذا بالنسبه للنواشف. اما السوائل تقدروا تخلطوا السوائل تاعكم في قاروره من البلاستيك اللي تكون نقيه، ولا حتى ديروهم في اناء كما حنديرهم انا، ونسحقوا فيها نصف كاس من المزهر، نصف كاس من الزيت، ونصف كاس من الحليب اللي لازم نكونوا صفيناه. وكيما على بالنا الزيت ما يتخلطناش مع السوائل، لذلك نحاول نخلطوهم جيدا باش السوائل يندمجون مليح مع بعضهم. هذه الوصفه كنت شاركتها معكم من قبل في فيديوهات قصيره ونالت اعجابكم، وبزاف اللي جربوها وبحثوا لي تطبيقاتهم. صراحه بعد ما تجربوها ما كنتش حتغيروها وحتعتمدوها في وصفاتكم. نحكموا السوائل تاعنا ونبداو نزيدوهم في النواشف ونبداو نخلطوه كما راكم تشوفوا. الكميه انا ما كملتهاش كامل، روحوا غير بالعقل حتى يولي لكم القوام تاعها مثل العجينه، يعني ما يكونش سائل وانما يكون عجين. وكميه السوائل ما قعدتليش بزاف، حوالي ملعقه كبيره فقط، ونبداو نلموا فيهم. شوفوا القوام اللي لحقنا ليه، وهنا نلحقوا للسر اللي خلى الطليه تنشف وتبقى طريه لاطول مده، وهي كي يكون القوام تاعها هكا نبداو نعجنوا فيها جيدا. هذا هو السر اللي خلى الطليه تاعكم تبقى طريه. نعجنوها جيدا حوالي 5 دقائق، وهذا هو القوام اللي تكون فيه. شوفوا نقدر نرفدها بكل سهوله وما تلتصقليش في يديا. انا في الطلبيه هذه كان مطلوب مني ندير الطليه باللون الابيض، وانتم تقدروا تستعملوا اي لون، فقط لازم نديروا اللون الابيض كقاعده باش يخرج لكم اللون اللي راكم حابينه شباب. ونبداو نزيدوا في القارص اللي كنا عصرناه وصفيناه، وهذه الخطوه مهمه باش الطليه تاعكم ما يكون فيها حتى حبوب. ونبداو نزيدوا في العصير الليمون حتى تولي لنا الطليه تاعنا خفيفه، ولكن ما نجروهاش بزاف، نجربوها في يدنا ولا بالملعقه كما راكم تشوفوا في الفيديو. وبالرغم من انه ليغون استعملته باللون الاسود، ولكن كي جربتها في يدي غطات لي كامل الجهه اللي طليت بها. نغطوها بفيلم اليمونتير اون كونتاكت ونحطوها في درجة حرارة الغرفة حتى يروحوا لها كامل الفقاعات الهوائية. كما تقدروا ديروهم نهار مقبل، يعني كي تكونوا طيبوا في الكعكات توجدوها وتخلوها تبات ليلة كاملة يروحوا لها كامل الفقاعات الهوائية، والكعكات ثاني كي يبردوا ويشربوا ليدام. في اليوم اللي بعده تبداو تطلوا في الكعكات تاعكم وتوجدوهم. وكنصيحه لاول مره تجرب هذه الوصفه ما تخافوش منها، لانها حتخرج لكم طبقه رقيقه تاع طليه ووصفه ناجحه 100%. وجربوا دائما في الاول طليوا حبه واحده وشوفوا اذا لحقتوا للقوام المطلوب، واذا درتوها خفيفه ولا ثقيله ما عليكم غير تعالجوها، يعني طليوا الحبه تاعكم وبعد 4 ساعات عاودوا شوفوها. اذا كان القوام تاعها خفيف ما عليكم غير تزيدوا لها القليل من السكر الناعم حتى تتحصلوا على القوام المطلوب. واذا كان العكس يعني القوام تاعها ثقيل ما عليكم غير تزيدوا القليل من الليمون. وهذه هي الحبه تاع الكعكات بعد ما طليتها. شوفوا الطريقه اللي نستعملها يعني جد سهله كي تكون عندكم كميه صغيره وما هيش حترفد لكم كميه كبيره من الطليه. وكاين طريقه اخرى اللي نستعملها ايضا، ولكن كي تكون عندي كميه كبيره نستفهم ونبدا ندير الطليه من الفوق ونخليهم يقطروا. هذه الطريقه تساعدكم باش تكملوا بالخف وما تشدش اليد، يعني ما تخدموهاش حبه بحبه ولكن ترفد لكم شويه من الطليه. يعني نعتمدها كي تكون عندي كميه كبيره، ولكن قلت لكم نستعمل طريقتين كل وحده والحاله اللي نستعملها فيها. بعد ما نطليو اذا كانوا كاينين اي فقاعات هوائيه نقدروا نحيوهم غير بالكوردون هكا، نكملوا جميع الحبات ونطليوهم. ومع التالي الحبه التاليه كي تكونوا حاططلوها اكيد الكميه تاع الطليه مش حتسمح لكم باش تحطوها الداخل وترفد لكم الطليه، لذلك نستعمل هذه الطريقه باش نكمل الحبه التاليه ونكون كملت جميع الحبات طليتهم. واكيد حينشفوا لكم على حساب الجو، انا طليتهم في الليل وخليتهم الصباح باش ندير لهم التزيين ونقدمهم للزبونه، ولكن كي تكون سخانه حينشفوا لكم بسرعه. واذا كانت كاينه بروده من الاحسن تخلوهم يباتوا هكا باش الطليه تاعكم تنشف لكم جيدا. وبالنسبه اللي حابين يعرفوا كيس واحد من السكر الناعم يعني 700 غرام شحال يطلي لهم من حبه تاع كعكات، هي 25 حبه، يعني كل كيس
من السكر الناعم يطلع لكم 25 حبة من الكعكات. كملتهم. نروح نوري لكم الطريقه اللي خدمت بها الورود والاوراق تاع التزيين، وهي اول حاجه نبدا بها كي تكون عندي اي طلبيه. وكنت حكيت لكم على المشكل اللي صاري في فيديو سابق، فيديو روتينات، وكنت استعملت فيه ملون غذائي جل، وريته لكم ديجا ونعاود نوريه لكم. وللامانه ما كنتش راضيه على النتيجه لانها ما كانت متناسقه اطلاقا مع لي بلاطو اللي جبتهم للزبونه، فقررت نعاود كامل الورود. بالنسبه لي مادام اول حاجه نديرها هي صناعه الورود، يعني عندي الوقت نخليهم ينشفوا، لذلك ما نستعملش التيلوز حتى تكون عندي طلبيه اللي نكون فيها مزروبه ونحتاج العجينه السكر ولا الورود ينشفوا لي بالخف باش نستعمل التيلوز. اول حاجه درتها جبت عجينه السكر الخاصه بالورود، وكاين بزاف لي مارك. هنا استعملت انا وان ميكس، فتحتها شويه خشينه وقطعتها بالقطاعه تاع الورود الصغيره كامل، واستعملت الاداه اللي ديرنا خطوط، شكلت الخطوط في الاوراق كامل. بعدها جبت هذه الاداه وبديت نجبد في الاوراق بهذه الطريقه، يعني الشكل راهو واضح كيفاش كنت نشكل فيهم في لا فيديو. وباش تدينا الشكل تقدروا ديروهم في لي بلاطو تاع البيض، ولا حتى ديروهم في المول تاع الكعكات تقلبوه وديروها في الثقب هكا باش تدي لا فورم تاع الورده. نديروا لها ثقب في الوسط، وبغراء غذائي ولا كميه قليله من الماء نديروا كميه صغيره في الوسط، وبعدها نديروا كميه صغيره من العقاش هكا باش يلتصق لنا باللون الابيض، وهذا هو النوع رقيق كامل. وبالنسبه للون استعملت اللون الوردي اللي شيته في الاكياس، لان تاع العلب مكتوبه لون وردي ولكن اللون تاعو يكون فونسي بزاف، لذلك حبيت تاع الاكياس لان اللون تاعو وردي فاتح. وباش نقص من الحده تاع اللون استعملت اللون احمر الكرز، درت كميه قليله كما شفتوا ونديرو في الاطراف. هي من الاحسن تخلوهم حتى ينشفوا، وهكا خدمت انا حتى نشفوا كامل باش بديت ندير لهم في الالوان. ولكن باش نصور لكم وتشوفوا الطريقه والتلوين كيفاش درتو ما حبيتش نطول عليكم لا فيديو. التلوين خلوه اخر حاجه، لانه كي ديروا الغراء او الماء اللي لصقنا به العقاش اللي في الوسط بعدها باش تلونوا، هذه احسن طريقه. واذا درتوا العكس يعني درتوا التلوين باش رحتوا ديروا الغراء او الماء حيتخسر لكم كامل اللون هذاك، لذلك تمشوا كيما مشيت انا في لا فيديو. بالنسبه للورقه هي عباره عن مول سيليكون، يعني درت شويه من عجينه السكر في المول تاع السيليكون، تقدروا ديروا عليه كابتور ديكرون، وعاودت لونتها بنفس اللون غير في الاطراف باش يمد لي تدرجات جميله للورقه تاعي. وهذا اخر يوم اللي حنمد فيه طلبيه وخليته للتزيين. دائما نحب نخلي الحلوى تاعي جديده، يعني نخدمها اخر دقيقه كما شفتوا. وهنا الزبونه كانت حتجي تديهم العشيه، نط الصباح نقيتهم باش تكون الخدمه نقيه، وجات مرحله الناكري اللي حتزيد لهم جمالا. وكاين نوعين من لي برودوي امال بارمي لي ميور ناكري اللي استعملت انا ناكري ذهبي، يعني هذا اللي مكتوب فيه ماجيك ذهبي ولا ناكري دوري. نفرغوه في اي صحن، ولازم والحاجة المهمة انكم تستعملوا بانسو اللي يكون ناشف، لانه اذا كانت فيه قطرة فقط تاع ماء راح يتخسر لكم كامل الوجه تاع الكعكات وتحسوا باللي الناكري تاعكم ماشي شباب، وهي المشكلة في البانسو ماشي في الناكري. ونحب نقول لكم كي تشوفوا لا فيديو تاع اي وصفة كملوا الفيديو للاخير، لانه كل مقطع فيه معلومة اللي حتفيدكم اكيد، هكا باش ما تفوتوا حتى سر من اسرار الوصفة. وايضا يجوني بزاف تعليقات نكون مجاوبة عليهم في لا فيديو، واللي لحقت حتى هذه النقطة مالك غير تخلي تعليق فيها عالم الجزائر هكا باش نعرفك باللي من المتتبعات الأوفياء، وأيضا باش نفتخروا بالحلويات التقليدية الجزائرية اللي مكلاسية عالميا. ونكملوا مع التزيين. كما شفتوا درت القليل من الطلية في الوردة والأوراق ولصقتهم في جميع الكعكات، وجبت الدانتيل الأبيض اللي القطر تاعو 5.5 سنتيمتر مع لي كيسات الصغار، ورفت الكعكات تاوعي كامل في لي كيسات هكا نتحصلوا على الشكل النهائي. صراحة ما نحبش نستعمل لي كيسات كبار لأنهم حيغطوا على الكعكات ويولوا يبانوا الشكل تاعهم ماشي شباب، ماشي كيما تستعملوا هكا لي كيسات صغار وتحلوهم. واكيد كيما كل وصفه لازم نحلكم الحبه تاع الحلوى اللي خدمناها وتشوفوا النتيجه النهائيه والطبقه تاع الطليه مع العجين ولا فارس او العقده كل واحد كيف يسميها. وهذه الوصفه نعتمدها من بدايه مشروعي، ما فيها حتى مشكل وجد سهله، واهم حاجه انها تجي بنينه وطريه. وشوفوا لي الكعكات كيف تحتهم والطبقه تاع الطليه شحال جاتنا رقيقه، والطراوه والبنه دايما حاضره. وبالنسبة لسعر الكعكات يختلف حسب التزيين وسعر اللوز في هذه الفترة.
بما انه خدمتهم بالوردة والورقة وسعر اللوز كان مرتفع، بحتهم 15,000 حبة، والمقادير هذو خرجوا لي 35 حبة بالضبط. جربوا الوصفة وبعثوا لي تطبيقاتكم، ودايما تسقسوني في التعليقات اعطينا وين نقدروا نتواصلوا معاك. دايما نخلي لكم صفحتي على انستغرام اللي دايما نشيطه فيها، والتيك توك في الشاشه اسفل الفيديو، وجميع الروابط تلقاوهم في صندوق الوصف. كملنا الكعكات ولميتهم في البلاطو اللي كانت جبتهم للزبونه بهذه الطريقه المائله، لانها زبونه كانت طلبت مني نعمر لها مليح البلاطو باش يجيها بالطبع كيما راكم تشوفوا. وصلنا لاخر الفيديو، هذه هي النتيجه النهائيه. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده.